بعض نشوف حكاية الفيلم. الفيلم بيبدأ مع ديان بعد ما بتولد بنتها، وبيحاول الأطباء إنهم ينقذوا بنتها من الموت، وبعدها بتيجي علشان تطمن على بنتها في الحضانة، وبتشوفها وهي بتتنفس وبتسألهم هل صحتها كويسة، لكن مفيش رد. وبعد مرور 17 سنة بتظهر ديان وهي بتحضر اجتماع الآباء للتعليم المنزلي، وبيسألوا عن إحساسها إن بنتها هتسيبها وتروح الجامعة بعد ما كانت دايما معاها وبتعلمها في البيت، وبتقول لهم إن مفيش رد لسه من أي جامعة جالها، وإنها كانت المسؤولة عن بنتها، وبتقول عنها إنها قوية وتقدر تتغلب على أي مشاكل بتتعرض لها، وإنها مش خايفة عليها من الجامعة. وبنشوف كلاوي وهي على الكرسي المتحرك بتاعها وبتاخد أدويتها، وبتديها مامتها حقنة الأنسولين لأنها بتعاني من مرض السكر، وبتهتم بتمارينها اليومية. وبتكون كلاوي مستنية جواب الجامعة بموافقتهم على دخولها للجامعة، لكن ما بيجيلهاش أي جواب منهم، وبيعدي اليوم وبتطمن ديان على بنتها وبتسمح لها إنها